صباح تحضروا معي على السريع. ظاهرين انا ومين يا حسنا؟ انا وزوجتي حقتي وابنتي حقتي ونرستي حقتي. بحب اخبركم شغله استنتجتها عن الامومه، هي كل يوم شيء. يعني انا ممكن اطلع لكم اليوم صور وكون بمود كتير عاطل، وممكن ذا نكست داي مثل اليوم اطلع لكم بمود كتير حلو، لانه حسب الجو. يعني انا امبارح حقيقه كان من اسوأ ايام حياتي، اليوم هيني ظاهره وسعيده. بس اطلع لك انا بمود عاطل ما تعتبري انه الامومه كلها عاطله، وبس اطلع لك بمود حلو ما تعتبري انه مرحله الامومه كلها حلوه. لا الصراحه ما تفهموني غلط، عن جد مرحله الامومه كلها حلوه، بس اوقات بتكون كتير متعبه وبتخوف، بس كمان خوف حلو تعب حلو. يعني كل فتره فيها حلوه، حتى اللحظات البشعه حلوة، حتى الاكل المو حلو عكلة. يعني ما معقول الرجال هلا بدي اشكي، لانه عم بحكي انا وزوجتي حقتي راح اضربه. يعني عملت ما في بده، قلت له يروح يشوفه عم تنقني، بده يغني بده يسمعنا صوت يبكي خطفه. عايز عملت رياضة، تحممت استغفر الله، وإلها كمان غيرت لها، لبستها، طعميتها، دشيتها، غيرت لها تيابها، حضرت لها شنطتها. زوجي بس عم يتحمم. يعني شنو ما تقدر تسوي اشي تين مع بعض؟ يعني شغلتين مع بعض ما تقدر. عن جد يا رب الله يطعم كل حدا بده هاي الفرحة وناطرها، بدعي لكم من كل قلبي والله. anyway رايحين على المول، بدنا نتغدى شي محل، بركي بدي ابرم شوي. كل مرة بس اروح على المول بقول بدي ابرم وما ببرم، خلص باكل وبحس حالي خلص تو ماتش ستريس، بدي ارجع على البيت. مع انه ما بيصير شي، بس بتلاقيني هيك مقلقزة بقول لا احلى هيك قوقعتي، ما ادري يمكن تاخذ وقت القصص واريع، يعني ارجع زي ما كنت، ما ادري. طيب هو ببالي بس بدي ركب رموشها، صرت حاطه فول ميك اب، عم نفكر انه قريبا بنسافر بس مش عارفين لوين، لانه انا عبالي روح كتير محلات بس ما بعرف وين وكيف وشنو نقدر نسوي، وعاد نسافر وين ما بدنا، وين شوب، وين في حشرات، وين ما في حشرات. بفكر بكل التفاصيل، وين بنقدر نحممها، وين بلد نظيفه تكون الناس فيها نضاف. يعني مثلا بس فوتي على التواليت في بلاد مثلا بيوروب، وين ما تروحوا بيكون في وكس، يعني وسخ. انا بدي بلد نظيفه، يعني وين ما نروح مثل الامارات، يعني هيك بيس ونظافه. صراحه بيني وبينكم كثير عبالي انزل على لبنان، لانه عم بحضر فلوجات كل اللبنانيه مبسوطين. عم بطرقكم عيون يا جماعه، اذا مشواركم ما عم تتهنوا فيه اعرفوا انه من عيوني. كنت للصراحه عتلاني هم ضب لها شنطه، بس هلا متحمسه عبالي هيك ضب لها اوتفيتس مهضومين كيوت، لانه عن جد صرت عم لبسها اوتفيتس بس نظهر. قبل كنت بس حط لها هول الونزيز لانه مفكره انه هي الحياه، مع اني شريت لها كثير اشياء وقت الحبل، في اشياء كبرت وما لبستها لاني نسيت اصلا ما ظهرت من الاوضه. انا كل هديك الفتره يعني في اول شهر ما طلعت برات الاوضه. يعني زوجي يترجاني يقول لي بس تعي نروح على غرفه القعده قبل على السفره ناكل. انا لا ماني ابغى، لانه ما كان ابغى اترك ابنتي من ورا هذا القلق اللي كان صايبني، انه خايفه عليها اتركها مع اي حدا، خاصه انه انا يعني عم بتركها مع النرسات، مش انه مع حدا من العائله. اصلا يمكن لو مع حدا من العائله ما كنت وثقت. ولا هذا شنو اطلع فوق وانزل تحت، هذه هي الحياه. لا عن جد صرت فول ميك اب بلا زناخه بلا زناخه، تزليت. او للصراحة عبالي روح على اسطنبول، ما بعرف ليه تركيا بتاخد قلبي، كل ما بكون عبالي سافر لمحل بيجي عبالي اني روح على تركيا. اصلا هيديك السنة مثل هالوقت كنا هنيك وعملت 600 مشكل مع النسوان. انا اذا بتتذكروا، اذا متابعيني يعني من وقتها، بتعرفوا هالقصص اللي احكي عنهم. واحد من الفيديوز عملت له بين هون. يا لطيف قد ايه الرموش بيفرقوا اللوك كله. هولي من قمر، استعملت الشيد ناتشورال. هلا كمان عم احط لبستك من قمر، الشيد حقتي اسمه بينكي بروميس رقمه 40. شفتوا بس حطيت رموش كيف صار صوتي صوت شتوي. بعدني بسمك فيهم هالرموش، ما عم بشبع، ما حدا يقنعني. ما بعرف ليه بحط الرموش الناتشرال، اذا بدي اعملهم دراماتيك هالقد كنت استعملت دراما بارد مره. anyway هيدا الفن ميك اب لوك، ان شاء الله تكونوا حبيتوا. انسوا لي الشعرات، انا الصراحه كثير حبيت. ثانك يو جايز لانه عم تحضروني وعم تحضروا معي، وانا كثير كثير بحبكم.